السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله وصفتنا وصفة تراثية فلسطينية بامتياز. الكشك. الكشك من الأكلات القديمة المحببة، كانوا زمان أهالينا يعملوه بالصيف ويخزنوه للشتاء. هو عبارة عن لبن مع قمح مجروش، نخلطهم مع بعض وبنشمسهم وبنعملهم بعديها قراص، ونرجع بنخليهم بالشمس، يعني بدهم وقت لأنهم يصيروا جاهزين ويكونوا قراص. هذه هي القراص، أنا نقعاها من الليل كوباية مية، 5 قراص أو نص كيلو نقعاهم. هذا هو شكل القرص. إذا مستعجلة ممكن تنقعيهم بمية ساخنة مدة ساعة أو ساعتين، طبعا بتكسري وبتنقعيه. تمام هيك. الآن بدي بصل مقطع ولحمة مفرومة خشن أو قطع صغيرة، رز مصري مغسول ومصفى، حمص منقوع من الليل، شطة وتوم وفلفل وزيت زيتون وعين جرادة ناشفة أو بذور الشبت. هذه هي المكونات اللي بحتاجها للكشك. نبدأ بسم الله. بطنجرة على النار بضيف شوية زيت وبدي أقلب البصل. تمام هيك. الآن بضيف اللحمة وبقلبها. بضل أقلب فيهم لحد ما يتغير لون اللحمة. بضيف الرز والحمص، وزي ما حكيت لكم الحمص بس منقوع. بضيف قرون شطة، هذا حسب الرغبة، ممكن تضيفي 3 أو 4 حسب رغبتك. وبقلبهم. الآن بدي أضيف عليهم مية مغلية تغمرهم وأتركهم على نار هادية. طبعا بدي أضيف الملح المناسب. بدي أترك الطنجرة على نار هادية تقريبا 40 دقيقة أو لحد ما يستوي الرز واللحمة، أتأكد إنهم استووا. في هذا الوقت بدي أضرب الكشك بالخلاط هو والمية المنقوع فيها، وبدي أصفيهم. هيك بعد ما صفيتهم زي ما انتم شايفين، هذا هو القمح ظهر، وهذا الكشك بعد ما صفيته. تمام هيك. وبدي أحضر الدقة لهذه الوصفة. بدي دقة وبدي تقلية. الدقة عبارة عن فلفل أخضر وتوم، بذور الشبت أو العين جرادة الناشفة مع رشة ملح، وبدقهم. وباقي التوم بدها تكون للتقلية. لأن تأكدت إنه استوى الرز واستوت اللحمة بضيف الكشك وبحرك. هتلاحظي إنه الطبخة تقل الخليط وجمد. مهم جدا في هذه الوصفة إني أضل أحرك. بضيف الدقة وبضيف زيت زيتون كمية منيحة وبضل أحرك. على الناحية التانية بدي أقلي التوم، بدي أخليه لونه أشقر بهذا الشكل. الآن بضيفه على الطبخة وبحركهم. بضل أحركهم تقريبا 3 دقايق 4 دقايق. وبدي أراعي موضوع الملح لأنه الكشك فيه ملوحة. الآن بسكبهم بصحون وبقدمهم. طبعا طيب جدا معاه زيت زيتون وفلفل أحمر. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.